حنا كبشر نحسب الأيام بحركة الشمس والقمر، فمن دون شمس وقمر ما راح نقدر نحسب الأيام. يعدي يوم يومين 3 أيام ومن داري وين نفسك، أعمارنا بتتلخبط. فمن دون شمس وقمر ما راح نقدر نحسب الأيام. فالشمس والقمر مخلوقين من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تعتبر مثل الساعة وضعها الله سبحانه وتعالى لنا. بس قبل خلق الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر كيف كانت الأيام؟ خاصة بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون في 6 أيام. في هذه ال6 أيام خلق الله سبحانه وتعالى فيها الأرض والسماوات وما بينهما. بس هذه الأيام طولها مو بزي أيامنا أبدا، لأنها كانت هذه الأيام قبل خلق الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر. موضوع حلقة اليوم عن طول الأيام عند الله سبحانه وتعالى. خير وأموركم إن شاء الله طيب. أولا قبل ما نبدأ بموضوع اليوم لازم نعرف ليش الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في وقت محدد، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الملك، وأن الله سبحانه وتعالى قادر بأن يخلقها بكلمة واحدة، كن فتكون السماوات والأرض. فإيش الحكمة وراء خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في وقت محدد؟ أولا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر معين. كل شيء موجود ونشوفه له قدر معين في اللوح المحفوظ مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء نشوفه على وجه الأرض الآن نلقى له وقت محدد. فالمولود ببطن أمه يجلس 9 شهور وله مراحل يتكون فيها الجنين، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر بأن يأمر هذا الجنين أن يكون فيكون هذا الجنين، لكن الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الجنين 9 شهور يتكون فيه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكل شيء له قدر معين. فمثلا الشجرة لا تنمو إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ونمو الشجرة يستغرق وقت، والله سبحانه وتعالى قادر بأن يأمر هذه الشجرة كوني فتكون، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالوقت أصلا هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو بيد الله، جعله الله سبحانه وتعالى سبب من الأسباب على الأرض. فما في حدث نعرفه على وجه الأرض إلا وللوقت دخل فيه. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فهذه 6 أيام مقدرة من الله سبحانه وتعالى، مثل ما المولود يجلس في رحم أمه 9 شهور، ومثل باقي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. اليوم موضوعنا بيرجعنا إلى ما قبل خلق آدم، لخلق المكان اللي عاش فيه آدم عليه السلام، اللي هي الأرض والسماوات. أكبر مخلوقين خلقهم الله سبحانه وتعالى